لو انت من الناس اللي بتتابع الفيديوهات باستمرار، جرب دلوقتي تلغي الاشتراك في القناة وبعدها اشترك من جديد وفعل الجرس، لان الحركة البسيطة دي بتساعد الفيديو يوصل لناس اكتر. وكمان ما تنساش تدوس لايك لان ده بيفرق جدا في دعم القناة. ويلا بقى من غير ما نضيع وقت خلينا نبدأ حكاية النهاردة. بتبدأ حكاية النهاردة مع راجل اسمه دان. كان لسه متجوز من فترة قريبة وربنا رزقه بطفل صغير، وفي الوقت ده كان مسافر هو ومراته وابنه على سفينة بضايع. ولكن بعد كام يوم من الرحلة السفينة ولعت فجأة، وما بقاش قدامهم غير إنهم يهربوا بأسرع وقت قبل ما النار توصل لهم. ولأن ما كانش فيه أي مدن أو ناس قريبة منهم، اضطروا يقعدوا في الغابة لحد ما يجي حد ينقذهم. وفعلا بعد ما استقروا هناك، دان بنى بيت صغير فوق شجرة كبيرة، وكان ناوي يعيش فيها مع أسرته مؤقتا لحد ما يشوف هيكمل حياته إزاي. وعلى الناحية التانية من الغابة كان في زعيم الغوريلات اللي اسمه كيشاك، عايش مع زوجته اللي اسمها كالا، والاتنين كانوا لسه مخلفين طفل صغير. لكن في ليلة من الليالي حصلت كارثة، لأن النمر بدأ يجري ورا ابنهم في الغابة. وأول ما كيشاك وكالا سمعوا الصوت خرجوا بسرعة علشان يدوروا عليه، ولكن للأسف لما وصلوا كان الوقت فات، والنمر كان قتل ابنهم بالفعل. ومن بعد الحادثة دي عدت أيام كتير، وكالا ما كانتش قادرة تنسى ابنها، وكانت عايشة في حزن مستمر. وفي يوم وهي ماشية في الغابة سمعت صوت طفل بيعيط، ففضلت تمشي ورا الصوت وهي بتحاول تعرف هو جاي منين، لحد ما وصلت للبيت اللي فوق الشجرة، وهو نفسه البيت اللي كان عايش فيه دان مع أسرته. ولما طلعت فوق انصدمت من المنظر، لأنها لقت دان ومراته مقتولين على إيد النمر، لكن الطفل الصغير كان لسه عايش وبيعيط. فأول ما كالا شالت الطفل ده افتكرت ابنها اللي فقدته على طول. لكن في اللحظة دي اكتشفت إن النمر لسه موجود، وفجأة هجم عليها وعلى الطفل اللي معاها، وكان بيحاول يقتل الطفل بأي طريقة. ولكن كالا فضلت تدافع عنه بكل قوتها، وبعد معركة عنيفة قدرت في النهاية تاخد الطفل معاها، وفضلت تجري بيه قبل ما النمر يلحقهم. وبعدها رجعت بيه لقبيلة الغوريلات، وأول ما شافوها سألوها هو الطفل ده مين، لكنها قالت لهم إنه هيبقى ابنها وهتربيه، لأن أهله ماتوا وما بقالوش حد في الغابة. ولكن كيشاك كان معترض جدا، وقال لها إن الطفل ده عمره ما هيعوضها عن ابنها اللي مات، وكمان رفض فكرة إنه إنسان يعيش وسط القبيلة. لكن بسبب تعلق كالا الشديد بالطفل ده اضطر يوافق في النهاية، ومن ساعتها سميته طرزان. ومرت الأيام والسنين بدأت تعدي، وطرزان كان بيكبر يوم بعد يوم وسط الغوريلات، واتعلم منهم كل حاجة وبقى بيعرف يعيش زيهم، وكل حيوانات الغابة كانت بتحبه وبتلعب معاه. لكن كيشاك رغم إنه وافق على وجوده كان طول الوقت بيراقبه من بعيد، لأنه كان خايف يجي اليوم اللي هيكبر فيه طرزان ويبقى خطر على القبيلة. ومرت سنين كتير بعدها وطرزان بقى شاب قوي جدا، لكنه ما كانش بيعتمد على قوته، بالعكس ده كان دايما بيستخدم ذكائه علشان يساعد الحيوانات ويحميهم. ومع الوقت كل أفراد قبيلة الغوريلات بقوا بيعتبروا طرزان واحد منهم بالظبط، وكأنه اتولد وتربى وسطهم من البداية. وفي يوم من الأيام كان كيشاك ماشي مع القبيلة في الغابة، لكن فجأة ظهر النمر من جديد وبدون أي مقدمات هجم على القبيلة. وساعتها كيشاك دخل معاه في معركة عنيفة وهو بيحاول يحمي أفراد القبيلة، لكن المرة دي النمر كان أقوى منه بكتير، وفضل يهجم بعنف لدرجة إن كيشاك كان خلاص هيخسر حياته. وفي اللحظة الأخيرة طرزان وصل واتدخل بسرعة، وبقت المعركة دلوقتي بينه وبين النمر، وكل الغوريلات كانوا واقفين وبيتابعوا إيه اللي بيحصل، ومش مصدقين الشجاعة اللي بيحارب بيها طرزان. وبعد صراع طويل وعنيف وقعوا هما الاتنين جوه حفرة كبيرة، وساعتها كل أفراد القبيلة خافوا جدا، لأنهم كانوا فاكرين إن النمر هيقتل طرزان زي ما قتل أهله زمان. لكن بعد لحظات المفاجأة كانت إن طرزان خرج من الحفرة وهو شايل النمر على كتفه، وكان أخيرا انتقم من الوحش اللي حرمه من أبوه وأمه. وساعتها الغوريلات كلهم فرحوا جدا، لأن طرزان ما انتقمش لنفسه وبس، ده كمان خلصهم من أخطر وحش كان بيهدد حياتهم. وبعدها طرزان شال النمر وراح حطه قدام كشاك، ودي كانت بالنسبة للغوريلات علامة احترام كبيرة لزعيم القبيلة. والتصرف ده خلى كشاك لأول مرة يبص لطرزان بنظرة مختلفة، وبدأ يحس إنه فعلا بقى واحد من القبيلة ويستحق فعلا إنه يعيش وسطهم. وفي اللحظة دي وهم لسه واقفين سمعوا صوت ضرب نار جاي من بعيد، فكشاك جمع القبيلة كلها وقال لهم يستخبوا لحد ما يعرفوا إيه اللي بيحصل.
ولكن طرزان زي عادته ما سمعش الكلام وقرر يروح لوحده يشوف مصدر الصوت إيه. ولما وصل لقى البروفيسور وبنته جين، والاتنين كانوا جايين الغابة علشان يعملوا أبحاث عن الغوريلات، لكن كان معاهم كمان الصياد كلينتون، واللي هدفه في الحقيقة ما كانش الأبحاث أبدا، لأنه كان عايز يصطاد الغوريلات وياخدهم لإنجلترا، خصوصا إنهم وقتها كانوا من أندر الحيوانات وبيتباعوا بمبالغ كبيرة جدا. وبعد شوية كانت جين بتلعب مع قرد صغير ورسمت له رسمة، ولما القرد ده عجبته الرسمة خطفها منها وجري، فجريت وراه لحد ما قدرت تاخدها منه، لكن القرد زعل وبدأ يعيط بصوت عالي جدا. وبعدها بثواني ظهرت عيلته كلها وبدأت تجري ورا جين علشان يهاجموها، وفي آخر لحظة ظهر طرزان وشال جين بسرعة وفضل يجري بيها وسط الغابة لحد ما قدر يهرب منهم. وبعد ما بقوا في أمان وقف يبصلها باستغراب، لأنه كان أول مرة يشوف إنسان في حياته، وكمان كانت أول مرة يدرك إن في بشر شبهه. أما جين فكانت بتحاول تتكلم معاه وتفهمه إن هي عايزة ترجع المعسكر، لكنها اكتشفت بعد محاولات كتير إنه لا بيفهم كلامها ولا بيعرف يتكلم أصلا، فبدأت تعلمه كلمات بسيطة وتفهمه معناها. وبعد شوية طلبت منه مرة تانية إنه يوصلها للمعسكر، والمرة دي كان فهم قصدها فخدها ورجعها عند أهلها. لكن أول ما سمع صوت كلينتون والبروفيسور بيقربوا اختفى بسرعة ورجع للغابة. ولما رجعت جيل للمعسكر فضلت تحكي للبروفيسور وكلينتون عن الشاب الغريب اللي أنقذها، وقالت لهم إنه إنسان لكنه بيتحرك على إيده ورجله زي الغوريلات. ولأن محدش فيهم كان مصدق كلامها راحت رسمته على السبورة وهي بتحاول تقنعهم إنه فعلا موجود. لكن رغم كل اللي قالته البروفيسور وكلينتون اعتبروا إن ده كلام من خيالها. لكن المفاجأة إن طرزان بنفسه ظهر قدامهم بعدها بلحظات، وساعتها البروفيسور وكلينتون انصدموا لأنهم أول مرة يشوفوا إنسان عايش وسط الغابة بالشكل ده. وأما كلينتون فما كانش مهتم بطرزان نفسه، وكل اللي كان بيفكر فيه إن هو يستغل وجوده علشان يعرف مكان الغوريلات. ومن وقتها بدأ يسأل طرزان كل شوية عن مكان القبيلة، ولكن طرزان كان رافض يرد عليه أو يقوله على أي حاجة. وفي نفس الوقت كانت جين بتقضي وقت طويل جدا معاه، وكانت بتعلمه الكلام وبتفهمه معنى الكلمات، وكمان علمته يمشي بشكل طبيعي. وبدأت جين توريله صور الحضارات والمدائن والعالم اللي بره الغابة. ومع الأيام طرزان بدأ يتعلق بجين جدا، وبقى بيستمتع بكل لحظة بيقضيها معاها، وكان بينفذ لها أي حاجة تطلبها منه. لكن رغم كل ده محاولات كلينتون علشان يعرف مكان الغوريلات كانت بتفشل، لأن تركيز طرزان كان كله مع جين وما كانش بيدي أي اهتمام لأسئلة كلينتون. وبعد فترة رجع طرزان تاني لقبيلة الغوريلات وحكى لكيشاك كل اللي حصل معاه، فساعتها كيشاك حذره بكل وضوح وقال له اوعى تعرف البشر دول مكاننا، لأنهم لو وصلوا للقبيلة هيبقى خطر على الجميع، وطلب منه إنه يبعدهم عن الغوريلات مهما حصل. ومن بعدها بقى كل يوم الصبح طرزان يروح يقعد مع جين ويتعلم منها حاجات جديدة، وبالليل يرجع ينام وسط قبيلة الغوريلات كعادته، لحد ما عدى كام يوم وانتهت مدة إقامة جين والبروفيسور في الغابة، وبقى لازم يرجعوا لإنجلترا ويبدأوا يلموا حاجتهم ويستعدوا للسفر. وأما طرزان فكان حزين جدا لأنه عارف إن جين هتمشي وممكن جدا ما يشوفهاش تاني للأبد. وجين حاولت تقنعه إنه يسافر معاهم لكنه رفض، وقال لها إنه ما يقدرش يسيب الغابة اللي عاش فيها طول عمره. وفي الوقت ده كان كلينتون واقف بعيد بيراقبهم، ولما شاف قد إيه إن طرزان متعلق بجين جات له فكرة خبيثة جدا، فراح لطرزان وقال له لو وراهم مكان الغوريلات أكيد جين هتفضل في الغابة ومش هتسافر. وطرزان لأنه ما كانش عارف نية كلينتون الحقيقية صدق كلامه ووافق، وفورا راح اتفق مع أصحابه الفيل والغوريلا. فطرزان راح اتفق مع أصحابه الفيل والغوريلا على الخطة، وقال لهم إنهم لازم يبعدوا كيشاك عن القبيلة، ولحد ما الزعيم ينشغل شوية هو هيجيب جين والبروفيسور يشوفوا الغوريلات. وفعلا بدأوا في الخطة، والفيل والغوريلا لبسوا هدوم البروفيسور وجين وجريوا وسط الغابة، وكانوا قاصدين إن كيشاك يشوفهم، فجري وراهم وكان متعصب جدا. وفي نفس الوقت استغل طرزان الفرصة وخد جين والبروفيسور وكلينتون ووداهم لمكان القبيلة، وهو فاكر اللي بيعمله هيخلي جين تفضل معاه في الغابة، وهو فاكر إن اللي بيعمله ده هيخلي جين تفضل معاهم في الغابة زي ما كلينتون أوهمه. ولما وصلوا أخيرا لمكان قبيلة الغوريلات كانوا كلهم منبهرين، لأنهم أول مرة يشوفوا الغوريلات عايشين بالطريقة دي وسط الطبيعة. وأما جين فأول ما شافت غوريلا صغيرة بدأت تلعب معاها، لكن كلينتون كان في عالم تاني خالص، لأنه من اللحظة الأولى بدأ يفكر إزاي ينفذ خطته ويصطاد الغوريلات دي كلها.
لكن الفرحة ما كملتش لأن بعد شوية رجع كشاك، وأول ما لمح البندقية اللي كانت مع كلينتون فهم على طول إن وجودهم خطر، فهجم عليهم من غير تردد علشان يحمي عيلته. وساعتها طرزان من غير ما يعرف نية كلينتون الحقيقية حاول ينقذه من إيد كيشان، وطلب من جين والبروفيسور وكلينتون إنهم يهربوا بسرعة، وفعلا خرجوا من المكان بسرعة. وبعد ما الدنيا هديت رجعت القبيلة لحياتها من جديد. وفي اليوم اللي بعده أخدت كالا طرزان لمكان عمره ما شافه قبل كده، وهو البيت اللي كان عايش فيه أبوه وأمه الحقيقيين. وهناك لأول مرة حكت له الحقيقة كلها، وعرفته مين أهله وإزاي ماتوا وإزاي هي لقيته وربته. والكلام ده أثر في طرزان جدا بعد ما عرف الحقيقة، ولبس هدوم والده وبص لنفسه في المراية لأول مرة كإنسان. وبعدها راح لكالا سلم عليها وودعها، لأنه كان أخد قرار خلاص إنه هيسافر مع جين لإنجلترا. وفعلا في اليوم اللي بعده راحوا كلهم للشط وركبوا المركب الصغيرة اللي هتوصلهم للسفينة الكبيرة. لكن أول ما طلعوا عليها اتفاجئوا بكلينتون ورجالته وهم بيقبضوا عليهم، وحبسوهم كلهم داخل القفص. وساعتها اعترف كلينتون بحقيقته، وشكر طرزان لأنه هو اللي وصله لمكان الغوريلات، وقال له إن هو دلوقتي راجع علشان يصطادهم كلهم. فطرزان وقتها كان بيصرخ بكل قوته وبيفضل ينادي على الفيل وصاحب الغوريلا. والغريب إنهم فعلا سمعوا صوته وحسوا إنه أكيد في حاجة حصلت، فجريوا بسرعة ناحية السفينة. وفي نفس الوقت كان كلينتون أخد رجالته وركب مركب صغيرة ورجع بيهم للغابة علشان ينفذ خطته قبل ما حد يقدر يوقفهم. وأما الفيل والغوريلا فأول ما وصلوا للسفينة هجموا على الحراس وقدروا يهزموهم، وبعدها كسروا القفص وأنقذوا طرزان وجان والبروفيسير. وأول ما خرج طرزان ما ضيعش ثانية واحدة ونط في البحر على طول، وبدأ يرجع بأقصى سرعة للغابة، لأنه كان عارف إن كل دقيقة بتعدي ممكن تكون سبب في ضياع القبيلة. وفي الناحية التانية كان كلينتون سبقهم بالفعل ووصل لمكان الغوريلات، وبدأ هو ورجالته يصطادهم واحد ورا التاني. وكيشاك حاول بكل قوته يدافع عن أفراد القبيلة، لكن المرة دي عدد الصيادين كان أكبر منهم بكتير، وكيشاك ما قدرش يمنعهم، وفي النهاية وقع هو كمان في إيديهم. لكن قبل ما يخرجوا بالغوريلات من الغابة وصل طرزان في الوقت المناسب، وبدأ يهاجم الصيادين واحد ورا التاني ويفك الغوريلات من الشبك. وبعدها وصلت جان والبروفيسور هم كمان وشاركوا في إنقاذ القبيلة. لكن أثناء الفوضى استغل كلينتون الفرصة ورفع البندقية وضرب كيشاك، وساعتها بدأت المعركة الأخيرة بينه وبين طرزان. وساعتها طرزان قدر يتغلب عليه، وفي النهاية كلينتون اتعلق في الحبال وسط الأشجار، ولما حاول يفك نفسه وقع من فوق الجبل ومات. وبكده انتهى خطر وهو وعصابته للأبد. وأما كيشاك فكان مصاب إصابة خطيرة جدا، وقبل ما يفارق الحياة نادى على طرزان وقال له أنت من النهاردة زعيم القبيلة، ووصاه إنه يحافظ على الغوريلات ويخلي باله منهم. وبعد ما قال له كده مات ما بين إيديه، ومن اللحظة دي بقى طرزان هو الزعيم الجديد لقبيلة الغوريلات. وبعد كام يوم جه وقت سفر جين والبروفيسور لإنجلترا، وطرزان راح يودعهم وهو حزين جدا. لكن وهم على المركب البروفيسور قال لجين إنها لازم تسمع صوت قلبها وترجع لطرزان وتعيش معاه في الغابة. وجين ما ترددتش لحظة وحضنت والدها ونطت في البحر على طول. وساعتها البروفيسور هو كمان قرر يفضل معاهم وما يرجعش لإنجلترا. وبكده اتجوزت جين وطرزان وعاشوا مع كالا وبقية أفراد القبيلة. وبكده تكون حكاية النهاردة خلصت. لو وصلت لغاية هنا ما تنساش تعمل لنا لايك سبسكرايب للقناة، وما تنساش تقول لنا في كومنت تحب الفيلم الجاي يكون ايه. سلام.